فدائي صدام مجرمين ما لهم حقوق لا تقاعدية ولا غيرها. وقانون المساءلة والعدالة اللي يتحدثون عنه واللي يشوشون على الآخرين، خلي يروحوا يشوفون الفقرة مالته بالمادة 12 سادسا. يمنع حق التقاعد كافة أعضاء الأجهزة الأمنية بين قوسين القمعية، هذا هم شرعوه وهم عملوا به، يمنع حق التقاعد. أنتم مطيهم حق التقاعد، أنتم مطيهم حق التقاعد. الإشكال اللي صار أن فدائي صدام مستثنى ما إلى تقاعد، لكن بعض الأحيان يجيبون ضابط يقولوا له درب هاي الدورة أسبوعين شهر شهرين، وهو ضابط عنده خدمة 20-25 سنة، يسجل عليه أنه راح الفدائي صدام، يحرم من التقاعد. يشتكي يقول أنا ما كنت فدائيين، أنا أخذوني دربت تدريب وأنا ضابط ملزم. هذول أيضا عددهم محدود عشرات، أعطاهم التعديل حق التقاعد، أعطاهم التعديل حق التقاعد، أعطاهم التعديل حق التقاعد. والقضية مو من تشريعات المجلس الوزراء، إنما من تشريعات الكتل جابوا لنا هذا التعديل. يابا أنتم اتفقتم على هذا التعديل؟ قالوا نعم اتفقنا. إذا شنو المطلوب من عندنا؟ التعديل جاكم جاهز يعني؟ إيه جاهز. لا احنا سمعنا البعض يقول إنه التعديلات بضغط من حضرتك، والتعديلات انت طلبتها، وهاي جزء من التعديلات، وهذا يرجعون قادة الفرق وفدائي صدام راح ترجعهم. لا هيك اللي سمعنا. لا يرجعون اصلا، بالجيش والشرطه ما يرجعون، هذول عليهم حصار، حتى في الماليه والخارجيه ما يرجعون. انما يرجعون في الدوائر الاخرى بموافقه خاصه من رئيس الوزراء او من مجلس الوزراء. اما في مجلس الوزراء كلمه واحده ما صارت مناقشه على مشروع التعديل. ليش؟ لانه اللي سووا التعديلات هم الكتل اللي ينتموا لها الوزراء. أنا قلت يا ناس هذا التعديل إجانا من اللجنة الخماسية أو السباعية اللي هي مسؤولة بين الكتل للتعديل. هل عندكم كلام على التعديلات؟ ولا أحد تنفس. قرأ التعديل، هم شايفين التعديل الوزراء وكلهم شايفين. إذا ما شايفه شلون يصوت عليه؟ قرأ التعديل، هم شايفين التعديل الوزراء وكلهم شايفين. إذا ما شايفه شلون يصوت عليه؟ وكلهم صوتوا. لا قسم ما صوتوا، قسم ما لكن ما اعترضوا. يبدو لي مبطين كلام للجهة المتبنية للتعديل أنه إحنا ما نصوت لكن ما نعترض. وفعلا كانت في مجلس الوزراء ما اعترضوا بكلمة واحدة، وما صارت مناقشات. أولا مو مجلس الوزراء الذي وضع التعديلات، وضعتها الكتل. اجتكم جاهزة حتى اجتنا جاهزة اجتنا وما قرينا منها كلمة واحدة. اجتكم جاهزة حتى اجتنا جاهزة اجتنا وما قرينا منها كلمة واحدة. ثانيا من ناحية أصولية كون تمر علينا، احنا مرت علينا مرور الكرام مثل ما يقولون، كل ما هنالك مر المشروع من خلالنا ويروح إلى مجلس النواب، يروحون يضللوهم يقولوا لهم فدائي صدام راح يعطوهم رواتب. كذب، فدائي صدام ما يعطى الرواتب، لأن ما لهم صفة أصلا بالدولة.